هو ايه احسن كشري في مصر؟ الفيديو ده بين اكتر 5 اماكن مشهوره في مصر كلها، وهو ابو طارق، التحرير، توم اند بصل، واخر واحد واغلاهم وهو ورد. على فكره العلبه دي مبالغ في سعرها جدا، لو حد يعرف سعرها يكتب لي في الكومنتات قبل ما اقول عنها. هنبدا من الارخص للاغلى. اول واحد طبعا وارخصهم هو ابو طارق. العلبه دي كانت ب 30 جنيه، 35 جنيه، 32 جنيه، 30 جنيه برضه، والعلبه دي هقول سعرها في الاخر لانه مبالغ فيها جدا. بسم الله. ابو طارق بيجي معاه صلصه، بصل، دقه، شطه، 30 جنيه. اقسم بالله ناس محترمه جدا. بسم الله. ده شكل العلبه. الريحه قلبت المكان ان شاء الله. تغليف برضه محترم ب 30 جنيه، انت بتاخد كل ده. الصلصه حلوه قوي، لا ما شاء الله، حتى تقيله ولا ميه ولا الكلام ده. احنا عندنا في اسماعيليه بيدونا ميه حمراء والله، ميه بلون. دقه خل اكتر من ان هي فيها توم. لهوي. بسم الله. نظافه البيت. صلصه جامده جدا، جامد على طول في قائمه رايق. اللي بعده يلا. تاني واحد هو كشري التحرير. صلصه، دقه، بصل، شط. انا مش عارف بصراحه بصل لما يكون في كيسه زي كده هل هيدينا نفس الطعم؟ شكل العلبه انا حاسسها اكبر من بتاعه ابو طارق. صلصه ابو طارق احسن بكتير. الكيس هنا مدي طعم غريب كده. ده شكله. بسم الله. هو كشري برضه، الاكل اذواق، لكن ابو طارق عجبني اكتر. هو هنا كشري محلات نظيف، ابو طارق ميكس ما بين كشري المحلات وكشري البيت. ده هيبقى بعد ابو طارق بس هيخش في قائمه رائع. ثالث واحد هو سيد حنفي، وده اول واحد فيهم يدينا ليمونه. ايه ده؟ والله العظيم يا سيد يا حنفي انا بشكرك. لما تاكل كشري وبصل فتلاقي واحده سكوتش، انت راجل محترم اقسم بالله، انا حبيتك خلاص. ده شكلها. ايه كل المكرونه دي؟ هو احسن من التحرير، بس ابو طارق هو رقم واحد لغايه دلوقتي. رابع واحده وهي توم اند بصل وب 30 جنيه، علبه بلاستيك، انا مش فاهم ليه. دي شكلها معاها ليمونه هنا. بسم الله. الاثنين دول انت حرفيا لو كلتهم اقسم بالله كانها واحد بالظبط. اخر واحد في المقارنه دي وهو كشري ورد. العلبه دي ب 85 جنيه، ودي اصغر علبه كشري عندهم. بسم الله. صلصه لما جربت دي لوحدها كانت حلوه جدا، دلوقتي حرفيا عباره عن انا باكل طماطم، بهارات قليله، ما فيهاش طعم التسبيك بتاع الطماطم، طماطم بس. ان شاء الله 85 جنيه بس غالي. غالي انت تدفع 85 جنيه في علبه كشري، الله اكبر. بص ما شاء الله حمصيه قد ايه، بسم الله ما شاء الله يعني. لكن برضه هظل اقول ان 85 جنيه كتير قوي على اني اكل كشري، لكن اكيد في ناس تقول ان انا لو اكل كشري نظيف 85 جنيه ما عنديش مانع يعني. جامد صراحه يعني. 85 جنيه بالنسبه للمقارنه، بس لغايه الان ابو طارق رقم واحد، يليه كشري ورد، حرفين قريبين من بعض. ده بالظبط اكنه كشري بيت، في توابل غريبه كده لكن حلوه مش وحشه. ابو طارق كشري مطاعم نظيف، يليه سيد حنفي، يليه التحرير، واخر واحد عشان سعره وهو توم اند بصل. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتكتبوا لي في الكومنتات اي مطاعم تانية في القاهره انتوا عايزين نجربها لكم لغايه ما اروح وارجع اسماعيليه. سنين في حلقات جديده وتصلوا على النبي. سلام.